شيرين مظهر أبو سيف، موظفة حجز في شركة مصر للطيران. في الوقت اللي بدأ فيه شغلها، بدأ فيه الدفعة التانية من زمالة طلبة دانا فربر محاضراتهم، وبين كل عميل وعميل كانت شيرين بتلمح فيدا اللي مشغولة باللابتوب اللي معاها. في نفس الوقت كان فريق تمريض 57 بيلون حياة الأطفال بالبهجة بيونيفورم التمريض الجديد اللي اتبرعت بيه وصممته شركة لاميش روكي للملابس الطبية. وجه الدور على فيدا اللي كانت عاوزة تأجل ميعاد طيارتها، وعرفت منها شيرين إنها ضمن الطلبة اللي بتستضيفهم مصر للطيران من كل أفريقيا علشان يدرسوا في 57 357. وكان فريق التوعية في 57 بيعلم الولاد وأسرهم إزاي يرفعوا نسبة مكافحة العدوى علشان يأثروا طريق العلاج ويوصلوا للشفاء بإذن الله. وعرفت شيرين من فيدا إزاي مستشفى 57 بقت أيقونة نجاح مصرية في العالم. ولما خلصت شيرين شغلها اتصلت باخواتها علشان يعملوا صدقة جارية لوالدهم في 57. في 57 357 مفيش لحظة من غير شغل، عمل، أمل، شفاء برحمة ربنا وتوفيقه، ثم بدعمكم وتبرعاتكم. مؤسسة مستشفى 57 357 لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم، هدف الحياة.